هقول لكم على 3 حاجات هتساعدنا ان احنا نقفل فرنساوي في ثانويه عامه. اول حاجه هي كراسه الفرنساوي. من الحاجات اللي كانت فارقه بالنسبه لي في الفرنساوي هي الكراسه اللي عملتها عشان اكتب فيها الملاحظات والجرامر والكلمات اللي صعبه شويه عليا والحاجات اللي المستر بيقولها في الحصه والحاجات دي. لو عايزين الكراسه اللي انا كنت كاتباها هتلاقوها في الديسكريبشن تحت. طيب افرض انت عايز تعمل الكراسه الخاصه بيك، وطبعا ده هيكون افضل ان انت تكتب كل حاجه المستر بيقولها في الحصه، مش كل حاجه بالتفصيل ولكن تكتب الكي ووردز اللي تساعدك انك تفهم الجزء ده. الجرامر تكتبه انت بطريقتك في الكراسه، ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. والكلمات طبعا سواء حابب ان انت تعرف ان هي مذكر ولا مؤنث، جمعها ازاي والحاجات دي. تاني حاجه هي الحل الكتير. الفرنساوي من المواد اللي بتتكرر كتير بشكل مش طبيعي، يعني انت تقريبا ممكن تحفظ الاسئله لو انت حليت كتير. فحاول على قد ما تقدر انك تحل عدد اسئله كبير وتخلي في ايدك على طول حاجه بتحل منها، والحاجه اللي ما تفهمهاش تعلم عليها بالماركر وتسال فيها المستر بتاعك. تالت حاجه هي فهمك ومذاكرتك للمنهج نفسه. الفرنساوي هو عباره عن حاجتين، كلمات وجرامر. الكلمات دي لازم تحفظها كويس جدا. طيب احفظها ازاي او سهل على نفسي موضوع الحفظ ازاي؟ ان انت تحفظها اول ما ترجع من الدرس، بحيث انها تكون حاضره في ذهنك وتقدر تسترجعها بسهوله، وهتراجع عليها تاني قبل ما تروح الدرس مره تانية. كلمات الفرنساوي من الحاجات اللي بتتبخر، فاحرص دايما انك تراجع عليها، يعني ما تسيبهاش لفتره طويله جدا من غير ما تراجع عليها، لانك هتلاقي نفسك ما انتش فاكر منها اي حاجه. بالنسبه للجرامر بيبقى في حاجات معينه كده بنحفظها فيه بتسهل علينا جدا، يعني ما بتبقاش محتاج ان انت تفهم قوي الجرامر زي جرامر الانجليش، لان الموضوع مش ادفانسد فيه قوي زي الانجليش. انت محتاج بس ان انت تفهم بتحل ازاي. وعايزه اقول لكم حاجه اخيره، هي ان الفرنساوي لو انت عرفت بيتحل ازاي او فهمت الامتحانات بتمشي ازاي او نظام الاسئله بيمشي ازاي او السؤال ده هيجيلي ازاي، وده طبعا بيجي من الحل الكتير والخبره، هتقفل انجليزي بمنتهى الاريحيه والسهوله. لكن لو فضلت تعتمد على ان انت محتاج تفهم الماده كماده علميه وتعاملها معامله ان انت خلاص هتسافر فرنسا الاسبوع الجاي، مش هتعرف تحل فيها الامتحان، او لو جالك سؤال رخم شويه هتقف قدام فتره كبيره وهتغلط فيه. غير حد فاهم دماغ الامتحان وبيحل كتير واخد خبره، ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وبس كده.